ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا أجمعين، وأن يرحم الوالد والمربي الفاضل، والذي عاش طيبا ومات طيبا، والذي مات في أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى، مرحوم الحج رأفت الزناتي، عليه من الله فيضات الرحمات والمغفرة. شاركين الأسطى حمادة رأفت الزناتي، والأسطى إبراهيم رأفت الزناتي، والأسطى أسامة رأفت الزناتي، والأسطى جمال الزناتي، معلم أحمد الزناتي، معلم محمود الزناتي، وعلم الواقف في كل مكان المعلم عبد أحمد الزناتي، وجميع عموم العائلة الكريمة. يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء ليؤدي واجب العزاء. شكر باسم عمالقة الصوتيات على مستوى الجمهورية وعميد صوتيات مصر المهندس محمد أبو عطوة، إدارة المهندس محمود أبو عطوة، من داخل كبرى مؤسسات الفراشة العالمية وأحدث التقنيات والمعارض الفنية في عالم الفراشة، ولؤلؤة السرادقات ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى، الشركة المتحدة العالمية، الرئيس محمد السنوسي والرئيس هاني العرباوي، عميد مقاولي أعمال الإنارة مهندس رجب النجار، مهندس المداخل والتشريفات العالمية الحاج السيد الشوين، قصور الضيافة المعروفة بالرقية والنظافة المتر رضا عبد الرحمن، لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، وعلى نية القبول وسعادة واستعطاف قلب سيدنا الرسول، وبسر ثواب الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحانه وتعالى كتب على نفسه البقاء، وكتب على جميع خلقه الفناء، فقال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لذلك سمى ربنا تبارك وتعالى الموت في القرآن بالمصيبة، فالموت كأس وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والغافل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إلهي لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. نؤمن بقضائك ونرضى ببلائك، فأنت القائل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لهذا أراد الله، وهكذا يفعل الله. هذا ما وعد
وعد الرحمن وصدق المرسلون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وسيدنا يحيى بن معاذ لنا معه وقفة، الذي كان يقول: العقلاء في الدنيا ثلاثة: رجل بنى قبره قبل أن يدخله، ورجل أرضى ربه قبل أن يقابله، ورجل صلى قبل أن يصلى عليه. فاللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ثبتنا عند السؤال، وثبتنا يوم تزول الأقدام، وثبتنا يوم لا ينفعنا مال ولا جاه ولا عيال. اللهم هون علينا إذا اشتدت علينا السكرات، وثبتنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، هون علينا سكرات الموت. أيها السادة الحضور الكرام، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا المقام فليعمل العاملون. نسأل الله تبارك وتعالى نحن في هذه الليلة القرآنية المباركة أن يجعل ثواب ما يتلى ونور ما يقرأ في هذه الليلة نورا يتقاطر على قبر الراحل الكريم، وإلى روح جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أولياء الله الصالحين. خير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل. شرف المكان بعلم من أعلام دولة التلاوة المصرية، وصاحب الأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة. بسط لنفسه رداء خاصا بين السادة القراء الأعلام، طاف به العديد من الدول الإسلامية والعربية، ويخرج القرآن من صوته غدا طريا، ويصعد بصوته في عنان السماء. فضيلة القارئ الشيخ محمد إمبابي يتفضل مشكورا ليتلو علينا من روائع المصحف المجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا
كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت
فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته
لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه
يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال
فاصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم ادعهن يأتينك سعيا قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام فتح الله علينا بالذي هو خير، وعشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة. تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد إمبابي، قارئ والمقيم بمدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية. شكر باسمكم الهندسة الصوتية الكبرى العالمية
وعمالقة الصوتيات على مستوى الجمهورية، وعميد صوتيات مصر المهندس محمد أبو عطوة، بإدارة المهندس محمود أبو عطوة، هندسة الهواء والتصوير العالمية، والذي يرفع لنا هذه الليلة عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي العالمي المهندس أحمد عيد عرابي، داخل كبرى مخازن الفراش الذهبية الكبرى ومؤسسات الفراش العالمية ولؤلؤة السرادقات، وعميد مقاولي أعمال الفراشة من مكتب حفلات الشركة المتحدة العالمية التي تطلق تحت إدارة الرئيس محمد السنوسي والرئيس هاني العرباوي، لؤلؤة الإنارة العالمية وأضخم محطات الديزل المهندس رجب النجار، أحدث المداخل والتشريفات العالمية الحاج السيد الشويل، قصور الضيافة المعروفة بالرقي والنظافة مثل رضا عبد الرحمن، ليلة تكريم وداع الوالد والمربي الفاضل المرحوم الحاج رأفت الزناتي، مشاركين الأسطى حمادة رأفت الزناتي، والأسطى إبراهيم رأفت الزناتي، والأسطى أسامة رأفت الزناتي، والأسطى جمال زناتي، والمعلم أحمد زناتي، معلم محمود الزناتي، معلم عبد أحمد الزناتي، وجميع عموم العائلة الكريمة يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير لكل من جاء ليؤدي واجب العزاء. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.